قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. تخيل كده يا معلم، سنة 1991 في بلد اسمها كيتل سبرينجز بأمريكا، شوية شباب عاملين حفلة جنب حتة أرض مزروعة ذرة لازقة في مصنع عصير. الواد تايلر والبنت جيسيكا سابوا الحفلة ودخلوا الذرة يتكلموا. فجأة تايلر بيلاقي جيسيكا غرقانة في دمها ومطحونة بسكينة كبيرة في ظهرها، وقبل ما يفهم ايه اللي حصل بيلاقي قدامه مهرج شكله يخوف اسمه فريندو ماسك مذراه بيروح طاعن تايلر ورفعه فوق دماغه. نرجع لزماننا ده، بنت اسمها كوين بتنقل مع ابوها دكتور جلين للبلدة دي. كوين امها ماتت السنة اللي فاتت بسبب المخدرات، وعلاقتهم ببعض بايظة خالص. اول ما وصلوا بيتهم الجديد لقوا حيوان ميت جوه المدفأة. يا خرابي. اول يوم مدرسة، كوين بتتعرض لتنمر من جارها راست اللي ساكن جنبها، وفي الفصل المدرس فيرن الكئيب ده بيطردها، بس شوية شباب بيدافعوا عنها ويزهقوا المدرس. بعد كده كوين بتتصاحب على الشلة دي، جانيت وروني وتاكر ومات وكول. الشباب دول بيوروا كوين فيديوهات عاملينها وهم لابسين قناع فريندو ده. يا ترى ايه حكاية المهرج ده؟ كوين وابوها بيقابلوا الضابط دان في مطعم، والضابط ده بيحذر كوين تبعد عن الشلة دي، وبيقول انهم هم اللي ولعوا في مصنع العصير. بس كوين بتتصنت عليهم وبتنضم ليهم. الشباب دول بيعملوا حركة عشان يشتروا بيرة ويسرقوا إزازة خمور. كوين بتتخض لما تاكر ومات بيمثلوا مشهد مرعب لفريندو، والمهرج بيخلي شكل مات كأن أحشائه طالعة. الواد كول بيقول إنهم دخلوا المصنع ليلة الحريقة بس ما ولعوش فيه. كوين وكول بيقربوا من بعض عشان أمها ماتت وهو أخته ماتت في حادثة زمان. كول بيوصل كوين البيت وبيتباسوا قدام أبوها جلين اللي بيتنرفز وبيقول لها مش هتتعامل مع الشلة دي تاني. كوين بعد خناقتهم بتشوف الفيديو بتاع الشباب ده وبتلاحظ إن في قناع تاني بتاع فريندو مستخبي ورا. تاكر لوحده في البيت بيلاقي فريندو على كاميرا جرس الباب. بيفتكر مات بيهزر، بس بيلاقي صندوق صغير في خزنته. فجأة فريندو بيطلع من وراه ويدبح ويلفه في بلاستيك. مات في الجراج بتاعه بيتمرن لوحده. فجأة فريندو بيظهر وبيدفعه عشان ينشر راسه بمنشار، وفعلا فريندو بيمسك المنشار ويقطع راس مات. تاني يوم البلد كلها بتتجمع عشان احتفال يوم تأسيس المدينة تحت قيادة عمدة البلدة آرثر هيل اللي هو أبو كول. علاقة كول بأبوه متوترة برضه بسبب وفاة أخته. بالليل كوين بتتسلل مع بول لحفلة في حقل الذرة، وهم في الطريق بيشوفوا راست شايل غزال ميت وبيبقى شكله مخيف. في الحفلة كوين وكول بيدخلوا مخزن قريب عشان يتكلموا، بس كول بيوقفهم. كوين بتتكسف وبترجع بسرعة لجانيت وروني اللي بيقولوا لها إن كول بيرفض أي بنت. كوين وجانيت كانوا هيتخانقوا لحد ما شافوا بنت تانية اسمها جينجر طالعة من حقل الذرة. البنت بتموت وسهم في ظهرها، وراس مات بتترمي عليهم. البنات بيفتكروها هزار أو فكرة فيديو تانية، لحد ما كوين بتقول إن جينجر مفيش فيها نفس، وبيكتشفوا إنهم كانوا بيرموا راس مات الحقيقية في الهواء. فريندو بيطلع من حقل الذرة وبيبدأ يضرب سهام على البنات، وبيسيب واحد في وشه لحد ما راست بيظهر وبيضرب عليه بالنار بمسدسه. فجأة مجموعة كاملة من الناس لابسين أقنعة فريندو بيطلعوا من الذرة. واحد منهم بيحاول يهجم بس راست بيقطع إيده. كوين وكول وراست وجانات وروني بيجروا للمخزن عشان يستخبوا. هناك البنات بيعرفوا إن راست وكول كانوا بيحبوا بعض، بس اضطروا يسيبوا بعض عشان كول ما قدرش يكون صريح مع نفسه. بعد كده بيلاقوا فتحة بتوديهم على مجاري ممكن يهربوا منها. بيعملوا فخ عشان يولعوا خزانات البروبان، وده بيدمر المخزن ويبعد عيلة فريندو عنهم. بس راست بيتأخر وبيبدو إنه مات في الانفجار. كليم بيكتشف إن كوين هربت، وهو بيدور عليها واحد من عيلة فريندو بيقبض عليه ومعلي إيده اتقطعت. فريندو الأول بيؤمر جلين يعالج جرح التاني، وبيلاقي جهاز اتصال لاسلكي مع فريندو المصاب، فبيشتت انتباه فريندو التاني. المصاب بيبطل يتحرك، فجلين بيجبر فريندو التاني يستخدم جهاز الصدمات الكهربائية، وده بيخليه يحط السكينة بتاعته على الأرض. جلين بيستغل الفرصة، بياخد السكينة ويطحه فريندو في رقبته ويسيبه ينزف لحد ما يموت. بعد كده بيروح عشان ينقذ بنته. كوين بتصحى في بقايا مصنع العصير، وبتعرف إن عيلة فريندو دي متزعمها عمدة البلدة هيل والظابط دان، ومعاهم ناس تانية من البلنة زي مستر فيرن وترودي الندلة وأوتس صاحب المحل. كل مربوط في السقف من رقته ومستعد بالإعدام شنقا.
هيل بيشرح لكوين إن ده تقليد ليوم تأسيس البلدة من أوائل القرن العشرين. كل مرة بتصغر مجموعة من الناس البلدة بتشوف إنهم هيضروا سمعتها، زي المتشردين، الهيبس والشباب المتمرد، ودلوقتي شباب الجيل الجديد. أهل البلد بيلبسوا لبس فريندو وبيقتلوا أي حد شايفينه مشكلة. هيل ده كمان هو اللي ولع في المصنع عشان ياخد فلوس التأمين، وكان دايما بيلوم كول على موت أخته. قبل ما الأشرار يقدروا يعدموا كوين وكول، جلين بيخترق المصنع بعربيته. في الفوضى دي راس أوتيس بيتسحق بكتلة خرسانية، وترودي بتطعن بماسورة. دان بيطارد كوين بينما هيل بيحاول يخلص على ابنه. كوين بتستخبى وبتقدر تخدع دان. بتمسك شاكوش المواشي وتغرسه في زوره عشان تصعقه بالكهرباء من جوه. هيل بيسوق عربية جلين ويهرب ويسيب كول متعلق من رقبته. جلين بيمسكه لحد ما راست بيظهر حي وبيضرب على الحبل بالنار وبيحرر كول. وبعد كده الاتنين بيتباسوا أخيراً. كوين بتنضم ليهم عشان يمشوا، بس بتواجه عربية فتيس عادي تاني لما مستر فيرن بيظهر وهو آخر واحد عايش من فريندو. جلين بيعرف كوين ازاي تسوقها وهي بتدوس بنزين وبتخبط مستر فيرن. بعد فترة كوين بتستعد عشان تدخل الجامعة، بينما جلين بيترشح لمنصب عمدة كيتل سبرينجز. راست وكول بيظهروا وهم بقوا حبايب، وبيدوا لكوين هدية عبارة عن عصاية. كوين بتودع الرجالة التلاتة قبل ما تمشي، وهي في الطريق كوين بتكتشف حاجة غريبة تانية في العربية، بترميها من الشباك وبتكمل طريقها.